يعني هذا النوع من أهالينا، النوع المحترم الذين لا يسألون الناس إلحافا، يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية بجيش الموظفين اللي هم موجودين في كل مكان، اللي هم بيقعدوا في مكاتبهم معززين مكرمين يشربوا شاي ويفطروا في المكاتب، انهم ينزلوا يعملوا بحوث اجتماعية للأسر دي بما يرضي الله. يعني الراجل وزوجته وولاده الأربعة وبنته كمان تزوجت وطلقت ومعاها مولود وما فيش حاجة. يجب على الشؤون الاجتماعية ان هي تدور على الناس دي، ويجب على الوزيرة اللي جاية المفترض انها تحلف اليمين بعد قليل اللي هي الدكتورة غادة والي، انها تصدر تكليفات لكل مديريات الشؤون انها تنزل تبحث تدور، مش يفضلوا قاعدين بقى افنديه في مكاتبهم لحد ما الناس تروح تدور عليهم. وفي ناس بتحرج وبتنكسف، ناس عندهم عزة كرامة مع انهم فقراء. معنا على الهاتف الان السيدة الفاضلة السيدة عبد العزيز ابو النجا. ازيك يا حاجة سيدة؟ ايوه يا حبيب امك، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بتوع الشؤون عندك في متغمر عملوا لك ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، انا سامعك. بتوع الشؤون عندك في متغمر عملوا لك ايه؟ يا حاجة سيدة. ايوه يا حبيب امك، مش متغمر يابا. نبروه عفوا، نبروه يابا. طيب عملوا لك ايه؟ استاذنك يا حاجة سيدة والنبي، فين التلفزيون واسمعوني من السماعة. ماشي يابا حبيب امك. عشان خاطري بس. فين التلفزيون يا حاج؟ السلام عليكم. قفلت التلفزيون؟ ربنا يجازيكم بخير يابا. طيب الشؤون الاجتماعية في نبروه عملوا لك ايه؟ عملوا لك ايه يا حاجة؟ الشؤون الاجتماعية في نبروه عملوا لك ايه؟ عملوا لي يابا، قالوا لي جوزك هيكشف وهياخد ان شاء الله حد. قالوا لي جوزك هيكشف على يوم الاربعاء اللي هو فات ده. يا حاجة سيدة. التلفزيون فين يا عبد العزيز؟ يا حاجة سيدة. فينه؟ ايوه يا حبيب امي. قفلت التلفزيون. يا خالص اهو يابا، قفلته يابا خالص. اتفضل. قالوا لي جوزك هيكشف وهيعملوا له عقد طبي 50% حتى ولا حاجه. نعم. وايه كمان؟ هيعملوا لك ايه كمان؟ انت هيعملوا لك ايه؟ مش هيعملوا لنا حاجه، بقول ما جوزك يتوفي وبعدين وجوزك كشف والدكتور اللي كشف عليه يابا ما بيكشفش على حد، بقول له اللي بيجيني مكسور واللي بيجيني معه اشاعه. واذا ما انت شفت الحاج كده عنده 70 سنه بس كان قرايبه ناسيينه. نعم. يعني في البطاقه 58 كمان كان منسي. طيب ما عرضتش عليهم ان هم يعملوا لك مشروع من مشروعات انت ولا حد من ولادك اللي متخرج وقاعد ده، اي مشروعات من اللي هي خاصه بالشؤون الاجتماعيه؟ ايوه يابا ربنا يجازيكم خير. لما انا جيت لكم عملوا لنا كوش جبنه. عملوا لكم ايه؟ كشك بس ما فيش بضاعه ولا احنا عمالين بفلوس نجيب فيه بضاعه. عملوا كشك. طيب كشك بس بعد هناك على الموقف ما فيش اي حاجه ولا احنا جايين نجيب فيه حاجه. طيب عموما يا حاجه سيده، يا ريت تتواصلي معانا تاني عشان نشوف حتى الجمعيات الاهليه الكبيره ان هي بتعمل الحاجات زي كده، نحاول نتواصل معاها. طب اسمعنا الله يجازيك خير. اتفضلي يا ست. يا حبيب امك، ولادي دول ماضيين الجيش كلهم، واحد في بورسعيد واحد في السويس وواحد في اسكندريه، وجوزي مقضي الجيش يوم في 73 كان بادئ 75 وانا معايا 3 ايام. نعم. جوزي ده الراجل الشيخ اللي انت شفته مقضي الجيش. نعم. كان طالع 77 في 77 كان طالع معاه 4 سنين في الجيش ولا 3 و18. حاضر يا حاجه سيده، حاضر. ربنا يجازيكم خير بس بتاعتكم حسنات يا رب. عموما لو بعت بيانات ولادك، يا ريت حتى نشوف كده نتواصل مع وكيل وزاره القوى العامله في الداخليه. نعم. ممكن اجيب ولادي واجيب بياناتهم واجيب الكل عليا واجيب. شرفونا في اي وقت. واجيب ورق من الشؤون واجيب ورق بحث اجتماعي واجيب ورق من الاصلاح ورق من الجمعيه وورق ما بقدرش. شرفونا يا حاج، شرفونا يوم الثلاث ان شاء الله. اشكرك يا ست، اشكرك الحاجه سيده عبد العزيز ابو النجا. انت والعاملين على القناه كلهم. اشكرك يا ست. والله يشوف الديوان كلكم بتاع المظالم ديت ربنا يعرفهم زي حسنات. اشكرك يا حاجه سيده. يلا شكرا يا انا بقول المسؤولين يعني يجدعوا معانا شويه. اشكرك يا حاج. والله 50%. طيب الان وزراء الحكومه الجديده برئاسه المهندس ابراهيم محلب يحلفون الان اليمين الدستوريه امام رئيس الجمهوريه
نتابع مراسم حلف اليمين الدستورية ونعود لنتواصل في ديوان المظالم. المادة الثانية: يعين كل من السيد المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمد هشام عباس زعزوع وزيرا للسياحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرا للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور